السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم كيف ما كتلاحظوا اللاطة ديال الحوت في الفران. طريقة اقتصادية، ما كاين لا قلي، ما كاين لا زيت ولا دهون. كيجي غزال وكيجي محمر. الا شفتيه كتشوفيه بحال الدجاج. كيبان لك الدجاج محمر، لكن هو فقط سمك اللي صراحة أنا انبهرت. فقلت علاش لا ما نجربش معكم الوصفة. أي حاجة يعني جربتها وصدقات ليا وطلعت غزالة كنقول ضروري أنني نشاركها معكم. فبالنسبة للتوابل، بالنسبة للسمك أولا، اللي عنده الراية مزيان، واللي ما عندوش مثلا عنده نوع آخر، فأي حوت غادي يجي فيه هاد يعني هاد الوصفه كتنجح في اي سمك. فحبذا الا عندك سمك ديال الرايه فمزيان جربوها كتجربه وخذوها، يعني راه غزاله. فبلا ما نكثروا الهضره، بالنسبه للتوابل عندي هنايا معلقه كبيره ديال الثومه محكوكه، نص معلقه كبيره ديال القزبر يابس، عندك ديريه، ما عندكش ديري قزبر غير عادي. نص معلقه صغيره ديال التحميره، ما كنكثرش في التحميره. كمون، مليحه، زيت زيتون والخرقوم. فهنا التوابل غادي نخلطهم. آه، قلنا القزبر والمعدنوس كتقطعيه حتى هويا كديريه وكتخلطي التوابل. بالنسبه التوابل، بغيتي ديري التوابل وتحطي، يعني تسدي على الحوت ديالك تخليه يترقد مزيان. سينو كنتي زربانه فديريها، حيت هو الحوت، هذا الحوت هذا دغيا كيشرب، زعما ماشي بحال الدجاج وهذا. فانا صراحه ما استنيتش عليه، دغيا دخلته الفران. كيف ما كتلاحظوا راه درت نص حامضه عصرتها صافي، وغندير زويته في اللاطه ديالي وغادي نفرشو. اكيد غيكون الفران درتيه سخون، لانه الحوت هذا كيبغي الفران يكون شويه سخون. فصافي كيف ما كتشوفوا غنفرش السمك يعني كله في اللاطه. ثم كنجيب مطيشه سوريز اللي عنده مزيان، سينون اللي ما عندوش ديري غير مطيشه العاديه، مطيشه كبيره كتقطعيها مربعات كبار شويه صافي، كديري ليها مليحه، كتحطيها نيت على دوك التوابل، ديك اللاطه اللي درتي فيها التوابل. حتى كتزيدي على ديك مطيشه، ما ديري لا توابل لا والو، غير التوابل الاولى اللي درنا في الحوت. صافي كتخلطي وتزيدي عليها غير شويه المليحه وتستفي مطيشه في فوق لاطا. صراحه جربوها بالسوريز راه كتجي غزاله. سيرتو هاد السوريز الا دخلت الفران كتعسل، كتولي معسله ما شاء الله، الله يبارك. وكنديروا وريقات سيدنا موسى. صراحه حتى هي وريقات سيدنا موسى حتى هي كتعطي لذة يعني ما نقدرش نوصف لكم من غير اذا جربتوا. ثم غادي نضيف الزيتون. بالنسبه لي انا درت هنا غير زيتون مقطع، هو اللي عندي متوفر حاليا، ما عنديش داك الزيتون الكبير. سينو اللي عنده زيتون الاخر كبير اللي بالعظم حتى هو زوين. صافي كيف ما كتلاحظوا هنا غادي ندخلو الفران، ومن بعد ما غادي يطيب ندوزو لتقديم الطبق ديالنا. وهذا هو الطبق ديالنا اللي ما شاء الله انا انبهرت شخصيا. البنات انا راه نسيت ما قلت لكم، كتقطعوا طريفات ديال الزيتون ديال عفوا الحامض اللي بغى كديروه من الفوق، سينو بلاش كتخليوه يعني عادي. فشوفوا ما شاء الله كيجي هشيش وبنين. انا اقسم بالله الا انبهرت لانه اول مره نجربها، لانه انا مولفه بالقليل يعني كيعجبني. وقلت لهاد المره علاش ما زعما نبدلو شويه. وصراحه راه جا غزال غزال، جا معلك، حتى ديك المرق ما كتخليش المرق، كتخلي شويه ينشف كيجي معلك. صراحه غزال غزال غزال. نتمنى انكم تجربوه، وشكرا الى اللقاء.